انتشرت في الآونة الأخيرة مواضيع وفيديوهات عن الفتيات الشيشانيات وجمعيات الزواج منهن، كما انتشرت صفحات خسيسة تنشر صورهن. أيضا خبر جمعية الأسرة المسلمة الذي انتشر كانتشار النار في الهشيم لأنه وجد بيئة فاسدة لتلقيه. سبب حديثي عن هذا الموضوع أنه صار ظاهرة انتشرت بين الملايين، فوجب الحديث عنها والتحذير منها. أوجه كلامي في هذا الموضوع كشاب شيشاني إلى فئات محددة تفاعلت مع هذه الظاهرة. أما الفئة الأولى فهم فئة انعدمت عندهم الأخلاق والقيم وتربوا على الدياثة، فكانوا هم الشرارة والوقود لهذا الخنا. كانت البداية بإعلان كاذب عن جمعية وهمية تقوم بالتكفل بالشباب ماديا وتزويجهم من بنات الشعب الشيشاني. جميع هذا الكلام من الكذب، وهو من الكذب الذي بلغ الآفاق. ولمن اختلق هذه الكذبة ونشرها وتناقلها نقول: روى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الرؤيا الطويل: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شدقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ثم بعد البداية بخبر جمعية الزواج الذي لا يصدقه إلا أحمق سفيه، بدأت فئات من أصحاب الشهوات الحيوانية بالبحث عن صور الفتيات من الشبكات الاجتماعية، وباستخدام الحسابات الوهمية استطاعوا الوصول إلى صور وفيديوهات لا تعبر عن واقع المجتمع الشيشاني، ثم نشروها بكل خبث ودناءة وبتعميم دنيء. ثم من خلال هذه الفيديوهات والصور التي نشروها قاموا بإنشاء صورة نمطية عن الشعب الشيشاني استغلوها في جذب الحمقى. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأقول لمن بذل الوقت والجهد في هذا المنكر أن اصبر، فما هو إلا دين ستستوفيه في الدنيا. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. أما في الآخرة فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أما الفئة الثانية وهم الذين يناقشون موضوع الزواج ضمن هذه الظاهرة بطريقة بحتة غبية. الموضوع هو كذب واعتداء على أعراض ونشر محرمات، والقائمين على صفحة النقاش من الفساق، وهم بكل سفه. منهم من يناقش موضوع تعارف الشعوب والقبائل وتغريب النكاح كأنه يجلس في ندوة علمية مع علماء ومصلحين، وأسوأ ما في نقاشهم هو استخدام بعض الآيات والأحاديث في غير مواضعها. ومنهم من يناقش ويدعي أنه يريد أن يؤسس أسرة صالحة قائمة على قيم الفضيلة والعفة. كيف بالله عليك يستقيم هذا الكلام منطقيا؟ لو صدقت فيما تدعيه لأنكرت ابتداء على صاحب الصفحة التي نشرت الفيديو والصور التي تناقش أنت أسفلها بغباء عن الزواج. ومن يبحث عن الزوجة في هذه الصفحات والمواضيع فهو ضال، وخبيئة نفسه خبيثة. ولو كانت الصورة المنشورة لإحدى بنات قومك، هل كنت ستتحدث وتخطب بنا عن العنصرية وفضائل الزواج وما إلى ذلك؟ إلا أن كيفية الكلام دليل على المقصود.
وتعليقا على ظاهرة محاولة هذا العدد الكبير من الشباب الزواج من خارج بيئاتهم، إنما هو دليل على فساد البيئة ذكورا وإناثا، وباعترافهم الصريح في غالب الأحيان. إذ كيف تريدون بمن تسعون للزواج من بناتهم بحجة صلاحهم وتدينهم أن يقبلوا بكم وأنتم أكبر دليل على فساد مجتمعاتكم وبيئاتكم التي أنتم جزء منها؟ والأولى بكم إن كنتم محتجين بالسعي للصلاح إصلاح بيئاتكم، فالأقربون أولى بالمعروف. وأرجو منكم أن تكونوا على يقين بأنكم لستم الصورة الكاملة للفساد، بل أنتم نصفه وهن النصف الثاني. فكما تنظرون لصور النساء، نساؤكم يستمتعن بصور الرجال، وكما تسعون أنتم للهروب من بيئتكم، إناث بيئتكم أيضا يسعون، والسبب أنتم ابتداء لا هن. طبعا كلامي هنا فقط عن المتفاعلين مع هذه الظاهرة بحجة البحث عن الزوجة الصالحة. أما الذي يتفاعل مع هذه الظاهرة إعجابا ونشرا للتسلية والضحك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. أنت أما تخجل من زوجتك، من أختك، من أمك، من أبنائك؟ علما أن تفاعلك في وسائل التواصل الاجتماعي يراه من هم في بيئتك. ألهذه الدرجة انعدمت معاني الغيرة والحياء وحلت مكانها الدياثة؟ فأنت كما تتسلى وتستمتع بالنظر إلى صور الفتيات وتتحدث عن الجمال والأنوثة، بالمقابل توقع أن إحدى محارمك تستعرض صور الرجال وتقوم بالكلام عن جمالهم ورجولتهم، فهي من بيئتك، وما تقوم به أنت هي أيضا تقوم به وإن سرا. وأما من يقول أنكم تبالغون في ردود أفعالكم، فنسأله: هل تقبل مثلا أن تعرض صورة إحدى فتيات عشيرتك حتى وإن كانت محجبة على الملأ، وتوصف محاسنها ليشرح كيف تكون الفتاة المحجبة جميلة، ويقال: انظروا إلى جمال ابنة العشيرة الفلانية ما أجملها وأجمل حجابها؟ أتقبل بهذا؟ كذلك لا يقبله غيرك، ولئن قبلته أنت فغيرك لم يتربوا على الدياثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قاموا بالاعتداء على عرض شعب بأكمله وما علموا ما قدمه من تضحيات نصرة للأمة وعزتها، ما علموا عن الإمام منصور وجهاده لحفظ دين قومه، ما علموا عن المجاهد بيسنغور، ما علموا عن تهجير أكثر من نصف الشعب الشيشاني عام 1944، حيث استشهد نصف عدد المهجرين بردا وجوعا في صحارى سيبيريا لأنهم لم يقبلوا التخلي عن دينهم وشرفهم. وما علموا عن الحربين الأخيرتين اللتين أحرق فيهما الحجر قبل الشجر، 4 قرون من الجهاد والكر والفر والتضحيات والمآسي، حتى أنهك الشعب الذي ما زال يحارب في دينه وعقيدته ولم يجد إلا سفلة يتحدثون عن عرضه. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. تب إلى الله واحذف ما صنعت ونشرت وعلقت ووضعت إعجابك عليه، لعل من تأذى منك قد يسامحك. أما أنت يا من آثرت الثبات على الضلال والخسران فوالله لن نسامحك، وعند الله تجتمع الخصوم.